شلون تحمي سنابك من التجسس او الاختراق او ان في شخص يدخل على حسابك وانت ما تدري. راح ابين لكم الحين اكثر من شرح. الشرح الاول شلون تامن حسابك ان ما حد يقدر يسجل دخول الا انت، والشرح الثاني شلون تعرف كم شخص داخل على حسابك او قدر يستخدم حسابك او انت مسجل دخول على اجهزه ثانيه وناسي. هذا الشرح الاول اللي هو من خلاله انك تفعل طبقه حمايه او انك تامن حسابك من ان ما حد يسجل دخول غيرك. يعني اذا في احد بيسجل دخول لازم يوصلك كود على الاس ام اس، وللعلم ممكن يوصلك عن طريق الواتساب بعد. طبعا اللي تحتاج انك تدخل على الحساب بالشكل هذا بعدين، او السناب تدخل عليه، بعدين راح تدخل على صورتك. من تدخل على صورتك ادخل على الاعدادات اللي فوق هنا تشوفونها، ادخل عليها. بعد ما تدخل عليها ترفع الشاشة شوي فوق، عندكم هني تسجيل الدخول بخطوتين هذه، ادخل عليها. وبعد ما تطلع لك الصفحة هذه اضغط على متابعة. هم بعد اضغط على هذا ينبهك ويزيد تأكيد، اضغط على متابعة. فوق اختار اول واحدة رسالة نصية بالشكل هذا. الحين اختار الدولة اللي انت فيها طبعا وحط رقم التلفون. وبعد ما سجلت كل بياناتك اضغط على تحقق. تنتظر شوي راح يوصلك كود التحقق، قلت لكم عن طريق رسالة نصية أو من خلال الواتساب. وطبعا بعد ما وصل الكود نضغط على متابعة، أو بعد ما نكتب الكود راح تنتظر شوي، راح يطلع لك الحين أكواد لازم تحتفظ فيها. شنو فائدتها؟ أنا أقول لكم. طبعا تضغط على حسنا، تنتظر شوي. طبعا هالمرة حطوا كود واحد، الكود اللي راح يطلع لك بالمكان هذا احتفظ فيه بمكان خارج الجهاز، بالبيت ايا كان، اكتبه على ورقه وقلم. عموما هذا الكود في حال اذا ما قدرت توصل الرقم الهاتف، من خلال هذا الكود تكتبه في مكان تحقق معين راح يفتح لك حسابك ثاني مره. الحين اضغط التالي واضغط عندك فوق التخطي. بالحاله هذه تم تامين حسابك بالشكل هذا. اما بخصوص شلون تعرف اذا في احد داخل حسابك او انت مسجل دخول باجهزه ثانيه وناسي، من خلال اعدادات سناب نفسها تدخل على اداره الجلسات او اداره الجلسه بالشكل هذا، راح تطلع لك اجهزه. اذا عندك اكثر من جهاز يعني انت مسجل دخول على اكثر من جهاز، او في ناس قادرين يوصلون لحسابك. طيب شنو الاجراء اللي نتخذه؟ اول شيء اللي فوق هذا حسابك، وركزوا وياي الموقع غير دقيق يا جماعة، لا تخاف من الموقع ما في أي مشكلة. المشكلة إذا شفت جهاز أنت ما تعرفه أو شفت متصفح أنت ما تعرفه، على طول اضغط عليه بالشكل، أو أنك تضغط على علامة الإكس تشوفونها عشان تسجل خروج منه مثل ما تشوفون قدامكم. وكان معكم أخوكم عبد الله العجمي. أتمنى يتم نشر المقطع هذا لأكبر عدد عشان تعم الفائدة، ولا تنسى تضيف الحساب. حياكم الله.